هذه الرسالة لم تأتِ صُدفة، لم تظهر بالأمس ولن تأتي غدًا، جات الآن، في هذه اللحظة بالذات، عندما كان قلبك مستعدًا لسماعها. هناك شيء ما تحاول الحياة أو القدر أو مهما أردت تسميته أن تظهره لك منذ وقت طويل، إشارات خفية، مشاعر لم تستطع تفسيرها، ذكريات عادت بلا سبب. كل شيء كان يشير إلى نفس الشيء، إلى شخص، إلى ارتباط حقيقي، إلى حب موجود، لكنه يبقى مخفيا وراء الخوف. هناك شخص يشعر تجاهك بأكتر مما استطاع الاعتراف به، شخص بيحبك في صمت، شخص يحمل جرحا عميقا لدرجة إنه من المستحيل عليه إن يقترب كما يريد. واليوم هتفهم لماذا، لأنك عندما تفهم هذا هيبدأ كل حاجة في إنه يكون له معنى. المسافة، الصمت، الذهاب والإياب، الحواجز غير المبررة. ما كان أي حاجة صدفة، ما كان أي حاجة نقصا في الحب، كان خوفة. الحقيقة بسيطة، حتى لو كان من الصعب تصديقها. هذا الشخص يحبك، كيانه يتعرف على كيانك، كما لو كانت هناك رابطة غير مرئية بنكمة قديمة، مقاومة للزمن، مستحيلة الكسر. حتى لو لم تتحدثا مع بعضكما، إنه ارتباط لا يعتمد على المنطق، تشعرش بيه، يتجاوز أي مسافة، يستمر حتى عندما يحاولوا تجاهله. لكن شيئا ما يقف في الطريق، شيء ما يثقل على قلبه، ليس برودة، مش عدم اهتمام، إنه ألم متراكم، ألم قديم، عميق، من تلك التي تشكل شخصا لسنوات أو حيوات كاملة. لاحظت ذلك في كل مرة اقتربوا كتيرا ثم تراجعوا، في كل مرة تكثف الارتباط ثم جاء الصمت، في كل مرة شعرت إنهم يبنون جدارة تماما. إنما بدأ إن كل حاجة يبدأ في العمل، ولقيت اللوم على نفسك، اعتقدت إنك فعلت حاجة خاطئا، إنك ردت كتير، إنك لم تكن كافية. لكن لا، لما كان الأمر يتعلق بك أبدا، أبدا، يتعلق الأمر بشيء يحمله هذا الشخص بداخله، جرح قديم لدرجة إنه أصبح جزءا من هويته، شيء يعيش في ذاكرته العاطفية، في ردود أفعاله، في طريقته في حماية نفسه من الحب. هناك صوت داخلي يكرر له نفس الشيء باستمرار، كذبة ثابتة، قناعة توجه كل قراراته. لكن قبل أن أكشفها، عليك أن تفهم هذا، إنه يحبك، وهذا بالذات ما يخيفه أكتر شيء، لأنه اتعلم إن الحب يعني المخاطرة بالخسارة، إن الاستسلام يعني التعرض للهجر، إن فتح القلب خطير. ثم يحدث شيء متناقض، كلما شعر بالمزيد تجاهك، كلما حمى نفسه أكتر، كلما احتاجك أكتر، كلما ابتعد أكتر، كلما كان الارتباط أقوى، كلما أراد الهرب أكتر. لذلك يعطيك فقط قطعا، أجزاء، لحظات قصيرة من الحقيقة، ومضات من الضوء، لحظات يخفض فيها الحراسة وينظر إليك كأنك أهم شيء في العالم. بالتأكيد تتذكر تلك اللحظات، نظرات عميقة، اعترافات غير متوقعة، حنان بدأ حقيقيا تماما، وبعدها مباشرة مسافة، برودة، صمت، كما لو لم يحدث شيء. لم يكن ذلك رفضا، كان صراعا داخليا، كان قلبا منقسما بين الحب والدفاع عن النفس، كان شخصا أراد أن يحتضنك ويهرب في نفس الوقت. بينما كنت تحاول الفهم، كان هذا الشخص يخوض معركة صامتة بداخله، يفكر فيك أكتر مما تتخيل، يكتب رسائل لم يرسلها أبدا، يشتاق إليك سرا، يتساءل إن كان يقترب أم يختفي. وأنت الآن على وشك فهم جذر كل شيء. دعني أخبرك بشيء مهم، هذا الجرح لم ينشأ بالأمس، لم يبدأ معك، إنه أقدم بكتير، يأتي من تجارب الماضي، الخسائر، خيبات الأمل، الهجر الذي ترك ندوبا عميقة، مواقف كان فيها الحب مؤلما جدا. مع الوقت أصبحت هذه الندبة ظلا ثابتا، مثل حماية تلقائية، كما لو إن روحه قررت إنه من الأفضل عدم الاستسلام بالكامل، إنه أكثر أمانا هكذا. حمل هذا أصبح جزءا من قصته، من تعلمه، لكن فهمه لا يعني إنه يتوقف عن الإيلام.
وهذا هو السبب في إنه حتى لو كان يحبك ما زال لا يعرف كيف يبقى دون خوف. والآن عليك أن تعرف ما يكرر هذا الجرح بداخله في صمت. الفكرة التي تشله أكتر حاجة، الفكر اللي بيوجه كل قرار بيتخذه دون أن يدركه حتى. جملة واحدة، قناعة واحدة، في النهاية هيتركونك. هذا هو جوهر الخوف، جذر كل شيء، العبء غير المرئي الذي يحمله منذ سنوات في رأسه، يتردد باستمرار شيئا مثل: لا أحد يبقى، الجميع يغادرون في النهاية، أنا لست كافيا لكي يختارني أحد للأبد. هذه البرمجة تميس الجديدة، إنها محفورة بعمق، كما لو كانت تعيش في عظامه، في ذاكرته العاطفية، في شيء أقدم من ذكرياته نفسها. إنه إرث صامت، قصص متكررة لقلوب وثقت فخانوها، لأشخاص حبوا بكل كيانهم وانتهوا وحيدين، لوعود تم كسرها جيلا بعد جيل، وتعلم الجميع نفس الدرس الخاطئ: إن الحب ليس آمنا. بدأ كل شيء منذ زمن طويل، ربما مع غياب مبكر، أب غادر مبكرا جدا، شخصية ليه كان من المفترض أن تحمي لكنها اختفت، أو أم كانت حاضرة جسديا لكن بعيدة عاطفيا، شخص كان من المفترض أن يوفر الملاذ لكنه علم عن غير قصد أن المودة يمكن أن تفشل. ربما كانت علاقة شكلته للأبد، ذلك الحب الأول الذي استسلم فيه دون تحفظات، حيث اعتقد أنه وجد شيئا أبديا، وفجأة انتهى دون سابق إنذار، دون تفسير، وشعر كيف أن شيئا بداخله يتحطم إلى قطع، قطع لم يكن يعلم حتى أنها موجودة، أو ربما لم يكن حدثا واحدا، ربما كان سلسلة من الوداع، نمط ثابت، أشخاص جاءوا ثم غادروا مرارا وتكرارا، حتى توصل عقله إلى استنتاج مؤلم: الحب لا يدوم، الحب يؤلم دائما، الحب ليس مصنوعا ليه. كل هذه الذكريات تراكمت كطبقات، أصبحت دفاعا، جدرانا غير مرئية، حواجز لا تحمي العقل فقط بل الروح أيضا. ثم تظهر أنت ويحبونك أكتر بكثير مما تتخيل، لكن تماما عندما ينمو الحب تستيقظ كل هذه الأشباح أيضا، القصص القديمة تهمس، المخاوف تتفعل، الندوب تحترق، إنه كما لو إن كل تجربة ماضية تصرخ: احذر، لا تتعرض، ابتعد قبل أن يؤذوك مرة أخرى. لذلك يمسكون أنفسهم، لذلك يشككون، لذلك يبنون مسافة حتى لنما يريدون الاقتراب. إذا ياتي كان بإمكانهم التحدث إليك بصراحة مطلقة، دون كبرياء، دون خوف، دون آليات دفاعية، إذا كان كيانهم يستطيع التعبير دون مرشحات، ربما سيقولوا لك شيئا مثل: أحبك، وهذا ما يخيفني أكتر شيء. لم أشعر أبدا بشيء قوي جدا، لم أرتبط أبدا بأحد هكذا، ما أشعر به تجاهك مختلف، أعمق، أكتر حقيقية، ولهذا السبب بالذات لم أعرف كيف أتعامل معاه، لأنني مررت بشيء مشابه من قبل، لقد وثقت من قبل، لقد انفتحت من قبل، لقد اعتقدت من قبل إن هذه المرة ستكون مختلفة، في النهاية تأذيت. في كل مرة أعطيت قلبي عاد إلي محطمة، في كل مرة آمنت بشخص ما خيبوا ظني، في كل مرة راهنت على الحب خسرت. لا أحمل ضغينة، لكن الألم ما زال هنا، الندوب لم تختف، الخوف ما زال يعيش بداخلي، والآن أنت هنا، وأشعر فيك حاجة مختلفة، شيئا حقيقية، شيئا يخيفني بالذات لأنني أريده حقا. أخاف أن أصدق، أخاف أن أثق بك، أخاف أن أنفتح، لأنني أعرف ماذا سيحدث على متى أفعل ذلك. سأكون عرضة للجرح، وأن تكون عرضة للجرح يعني المخاطرة، والمخاطرة تعني ربما خسارتك، وفكرة خسارتك تدمرني حتى قبل أن يحدث ذلك. لذلك أقترب ثم أبتعد، لذلك أتحدث ثم أصمت، لذلك أبحث عنك ثم أختفي. ليش بسببك؟ إنه بسبب ما يعيش بداخلي،
إنه ذلك الخوف القديم الذي يهمس لي يبقى، لا يبقون أبدا، وأنا أصدقه حتى لو لم أرد، لأنه أصبح جزءا مني، أصبح طريقتي في الحماية، أماني، حارس سجني. لكن الحقيقة هي أنه ليس الآخرون من يؤذونني، إنه خوفي الذي يفصلني عن الشيء الوحيد الذي أريده، أن أكون معك. والآن بينما تقرأ هذا شيء ما يستقر بداخلك، ما كان يبدو غير عادل يبدأ في أن يكون له معنى. البرودة التي شعرت بها لم تكن ضدك، تلك المسافات لم تكن رفضا، تلك التغيرات لم تكن قسوة، كل ذلك كان محاولة للنجاة من ألمهم الخاص. والآن عندما تراه بوضوح أكبر تكتشف شيئا عميقا: لا يمكنك إنقاذ شخص لا يقرر هو نفسه أن يشفى، لا يمكنك أن تحب بما يكفي لمحو جراحهم، لا يمكنك البقاء حتى يجدوا هم أنفسهم طريقة للبقاء في أنفسهم. هذا الإدراك لا يعني أنك هتتوقف عن الحب، يعني أنك هتبدأ في الحب بشكل مختلف، لأن الحب مش تضحية، الحب مش انتظار شخص غير مستعد، الحب أيضا خيار، خيار حماية قلبك، سلامك الداخلي، صحتك العاطفية. وهناك لحظة تفهم فيها شيئا جوهريا: لا يمكنك الانتظار للأبد، لا يمكنك وضع حبك في يد شخص لم يعرف كيف يستقبله، لا يمكنك إحضار النور إلى مكان قرر إن يبقى في الظلام. ثم تأتي تلك اللحظة عندما يتغير شيء بداخلك، ليس استسلاما، إنه صحوة. تبدأ في تقدير نفسك أكتر من العلاقة، تبدأ في احترام سلامك أكتر من وجودهم، تبدأ في فهم إن حبك له قيمة وإنه يستحق شخصا مستعدا له. ومن هذه اللحظة كل شيء يتغير، تتوقف عن الكتابة أولا، تتوقف عن البحث عن إجابات، تتوقف عن الحلم بمستقبل يعتمد على ما إذا كانوا سيقررون الشفاء، تبدأ في العيش، تبدأ في التركيز على نفسك مرة أخرى، تبدأ في اكتشاف من أنت بدون ذلك الحب الذي كان يستهلكك. وعندما تفعل هذا شيء غريب يحدث: أولئك اللي أحبوك بمخاوفهم يبدأون في الشعور بمسافتك، ليس كعقاب لكن كفراغ، ليس إنك تريد إيذائهم، إنه إنك تتعلم ألا تستسلم. وهذا التغيير، هذا التحول الداخلي فيك هو ما يغير كل حاجة في النهاية، لأنه عندما تتوقف عن الانتظار، عندما تتوقف عن التوسل، عندما تبدأ في احترام نفسك يشعرون بيه. وهذا الصمت يقول أكتر من 1000 كلمة، يقول: أنا بخير حتى بدونك، مش كتوبيخ، مش كعقاب، فقط كحقيقة هادئة. وهذه الحقيقة تهز صدورهم، لأنهم اعتقدوا دايما أنهم يمتلكون السيطرة، اعتقدوا أنهم يستطيعون الاقتراب متى أرادوا والابتعاد عن ما يخافون، إنك هتكون هناك دائما، إن حبك كان متاحا دون أيد أو شرط، إنك لن تغادر أبدا. لكنهم الآن يدركونك بشكل مختلف: لا تغادر بدراما، لا تغادر بمرارة، تبتعد بكرامة. وده بينزع سلاح كل دفاع، لأن من يتوسل يمكن تجاهله، من يطارد يمكن تجنبه، لكن من ينسحب في سلام من المستحيل محو من القلب. يبدأون في ملاحظة غيابك في أبسط التفاصيل، عندما يحدث حق مضحك وإنت لم تعد الشخص الأول الذي يريدون إخباره، عندما يسمعون أغنية تناسبك تماما ويترددون في إرسالها، عندما ينظرون إلى الهاتف من العادة ويتذكرون أنك لم تعد تنتظر، يحاولون ملء أنفسهم بالإلهاءات، المزيد من العمل، المزيد من الضجيج، المزيد من الناس، أي حاجة، فقط عشان لا ينظروا إلى ذلك الفراغ الجديد الذي فتح بالداخل. لكن هناك أشجاء لا يمكن تغطيتها، الروح ما تتشتت بسهولة. وفي الليل عندما يهدأ كل شيء، عندما تنطفئ الأضواء، عندما لا تعود هناك أعذار تظهر في رؤوسهم، يشعروا بك، يفتقدونك، لا يفتقدون فقط صحبتك، يفتقدون الطريقة اللي يشعروا بها معك، ذلك الهدوء،
ذلك الأمان، الشعور بأنهم مفهومون، مختارون دون قيد أو شرط، ثم يواجهون حقيقة غير مريحة. لا أحد أحبهم هكذا، لأن حبك لم يكن تعلقا، لم يكن اعتمادا، لم يكن خوفا من البقاء وحيدا، كان اختيارا واعيا. اخترتهم كل يوم بحرية، دون ألعاب، دون ضغط، دون سلاسل، فقط حب حقيقي. والآن يفهمون قيمته تماما على ما بيشعرون أنه قد يختفي، دون استراتيجيات، دون تلاعبات، فقط حب نقي وصادق. وهذا النوع من الحب نادر، وعندما يجده شخص ما، نادرا ما يعرف كيف يحتفظ به. لذلك عندما يبدأ في الشعور بأنه يخسرك، حاجة ينكسر فيه، عقله يحاول حمايته، ابتعد، لا تنخرط كتير، احتفظ بالسيطرة. لكن داخله يهمس شيئا مختلفا تماما: لا تدعه يذهب، هناك تنتمي. ولأول مرة يزن هذا الصوت من الروح أكثر من الخوف. ثم تأتي الذكريات، تفاصيل صغيرة كانت لا شيء من قبل، الآن هي كل شيء. ضحكتك، طريقة نظرتك، الطريقة التي فهمت بها ما شعروا به دون تفسيرات، الهدوء الذي جلبته، كما لو إن وجودك وحده أطفأ عاصفتهم الداخلية. ويفهمون ذلك متأخرا، لكنهم يفهمون. لم تكن واحدا من كثيرين، لم تكن بديلا، لم تكن قابلا للاستبدال. كنت ملاذا، كنت سلاما، كنت المكان الوحيد الذي استراحت فيه قلوبهم. والآن ذلك المكان لم يعد موجودا، وهذا يخيف، لأنهم حملوا دايما جرحا قديما كان يكرر: هيتركونك. والآن يبدو أنه يحدث، لكن هناك شيء ما زالوا لا يفهمونه: أنت لا تغادر لتؤذيهم، أنت تختار نفسك، وهذا مختلف تماما. المغادرة من المرارة تعني الهروب، المغادرة من حب الذات هي كرامة. أنت لا تغادر لمعاقبتهم، أنت تبتعد لأنك لا تستطيع الاستمرار في التخلي عن نفسك. في هذه الأثناء الحياة تراقب في صمت، لأن هذه اللحظة تماما عندما يصطدم ثباتك بخوفهم هي نقطة حاسمة. هنا يجب أن تختار روحهم: الاستمرار في الاختباء أو الشفاء، الاستمرار في حماية الذات أو الحب حقا، الاستمرار في خسارة ما يريدونه أكتر شيء، أو القتال من أجله لأول مرة. وشجع فيهم يبدأ في الانكسار، مش كتدمير، بل كتحرير، مثل الجليد الذي يذوب، مثل الجدران اللي هو تسقط، مثل السلاسل اللي تنفك، لأنهم أخيرا يرون الحقيقة. لم تكن أبدا المشكلة، لم تكن أبدا الخطر، لم تكن أبدا من سيؤذيهم. خوفهم الخاص كان الشيء الوحيد الذي أبقاهم بعيدا عن الحب الذي أرادوه كتير. والآن يحدث حاجة غير متوقع: خسارتك تخيفهم أكتر من حبك. وهنا يتغير كل شيء، مش لأنك تصر، مش لأنك تشرح، مش لأنك تتوسل، لكن لأن أرواحهم لم تعد تحتمل الاستمرار في الهروب. لسنوات اعتقدوا أن الشعور بأقل كان أكتر أمانة، إن إبقاء المسافة يمنع الألم، إن عدم الاستسلام بالكامل كان حماية. لكنهم يكتشفون شيئا أصعب بكثير: غيابك يؤلم أكتر من أي جرح ماضي، الصمت بدونك يزن بثقل، الأيام تبدو رمادية، لا شيء له نفس العمق. يمكنهم التحدث مع الآخرين، لكنهم لا يرتبطون. يمكنهم الضحك، لكنه مش حقيقيا. يمكنهم الاحتضان، لكنه ما بيشعر كالبيت، لأنه معاك لما كاش مجرد كيمياء، كان تعارف. كما لو إن داخلهم قال: أخيرا وجدتك. والآن بيشعرون لنا أن ذلك يختفي. ثم تأتي الأسئلة التي ما تدعهم ينامون: ماذا لو كانت هذه المرة نهائية؟ ماذا لو خسرت بسبب خوفي؟ ماذا لو تركت الحب الحقيقي الوحيد يهرب؟ ولأول مرة يشعرون بالضعف، يفهمون أن الحب لا يتوقف أو يحفظ لوقت لاحق. الحب هو الحاضر وأنت لم تعد تنتظر. شيء جديد يولد فيهم، ليس الأنا، ليس الملكية، إنه الوضوح. يدركون أنهم لم يحموك، لقد اختبأوا.
كرروا جروحا قديمة وأخيرا يتحملون المسؤولية، ينظرون إلى الداخل ويدركون إذا خسرتك هيكون بسبب خوفي وليس بسبب القدر. يؤلم الاعتراف بذلك، لكنه يحرر أيضا، لأنه إذا كان الخوف قد خلق المسافة فالحب يمكن أن يبني الجسر. وهناك يستيقظون، لا يريدون المزيد من الألعاب، لا كبرياء، لا أنصاف حقائق، يريدونك بأصالة، بالكامل، دون أقنعة. يفهمون شيئا كنت تعرفه من البداية: الحب لا يمكن السيطرة عليه، تختاره، تخاطر بيه، تقفز في الفراغ بقلب مفتوح كما فعلت أنت من البداية. في هذه الأثناء تستمر للأمام، أخف، أكثر ثقة، أكثر ارتباطا بنفسك. لم تعد تطارد، لا تجبر، لا تتوسل، أنت ببساطة موجود. وهذا الهدوء يصبح لا يقاوم، لأن من يتوقف عن التوسل للحب يصبح لا ينسى. من يختار نفسه يغير الطاقة اللي ينظر بها العالم إليه. الآن تحب من الامتلاء وليس من النقص، وده يغير كل شيء. ثم تقرر الحياة الباقية. إذا عادوا هيكون بوعي، هيكون ناضجا، هيكون لأنهم اتعلموا البقاء. وإذا لم يفعلوا، أنت أيضا ما تخسر، لأنك كم تولد لإقناع أحد بأن يحبك. جيت لتكون أصيلا جدا، قويا جدا، ومشرقا جدا، لدرجة أن فقط شخصا مستعدا للحب الحقيقي يمكنه السير بجانبك. هدايا حبهم معاته دي هي الحقيقة. لا تحتاج لمطاردة، ما هو مقدر لك، ما هو مقدر يدري. لا، روحك هيتعرف عليك، هيختارك، وهيبقى دون خوف، دون هروب، دون شكوك. لأن الحب الحقيقي ما في يختبئ، يبقى